أنا نفسي أعرف بقى ليه المحلات بتطلب فيها مبلغ وقدره. تعالي النهاردة أقولك بدون فرن ولا شربات وبربع كيلو من الكنافة تطلعي معاكي صينية كنافة ملوكي كده. شايفين يا جماعة 3 طبقات من اللذاذة والطعامة والجمال، طعم كده كراميل خطير هنعمله بأظبط طريقة بدون كريم شانتيه وبدون مكونات مكلفة. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بفضل الله رمضان ده هنعمل مع بعض احلى واسهل وصفات الحلويات والطبخ كمان. هاتي بقى معاكي ربع كيلو من الكنافة. بفضل ان انا احطها في الفريزر علشان ابدا اكسرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده باسهل وابسط طريقة. ممكن تعمليها في الكبة مفيش مشكلة. لما تتفتفت كده معايا كويس، هاتي بقى معاكي طاسة فيها معلقتين كبار من السمنة. ما بفضلش الزبدة لان الزبدة فيها حليب وبتحرق معايا الكنافة بسرعة. معلقتين من السمنة، وعلى الهادي كده ابدأي ان انت قلبي بقى. الخطوة دي بتاخد شوية يعني 10 دقايق بس، اهم حاجة تقليب مستمر علشان الكنافة تاخد معاكي اللون الموحد. تقدري تفرديها في صاج كده وتحطي عليها تغلفيها بالسمنة وتدخليها تحت الشواية وتقليب كل شوية لغاية ما تاخد اللون الحلو. لكن بصراحة الطاسة اسهل بكتير. لما تاخد معايا اللون الذهبي الحلو ده اعرف ان هي كده خلاص قربت. شايفين كده يا جماعة عن قرب؟ ابدا في المرحله دي ان انا اضيف لها معلقتين كبار من السكر البودره. هتقولوا لي ليه ما ضفناش شربات؟ هقول لك الشربات هيطري معاكي طبقه الكنافه، فلو انت عايزه الكنافه بتاعتك تبقى القاعده بتاعتها كده طريه حطي معاكي شربات. لكن انا عايزاها كريسبي ومقرمشه فضفت معايا سكر بودره. لو قعدت تاني يوم في التلاجة او تالت يوم لغايه ما تخلص هتفضل مقرمشه وكريسبي كده زي ما هي. حطيت السكر البودره وزي ما انا بقلب كده لغايه ما تاخد اللون الحلو ده والسكر يدوب كده هي تمام وجاهزة عندي. هفضيها كده في طبق خارجي علشان ما تفضلش تاخد درجة حرارة الطاسة وتفضل تتحمر كده معايا، عشان تبرد بقى على جنب. وتعالوا كده على ما الكنافة الخطيرة دي تبرد على جنب ابدأ بقى اجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها. على فكرة المكونات اللي احنا هنعملها النهاردة تعمل معاكي صينية عائلية. انا عملت البايركس ده مش كبير قوي، بس اتبقى معايا شوية من الكنافة وعملت كوباية كمان، فانا عاملة لكم كوباية وصينية. الشكل اللي انت تحبي تقدمي فيه مفيش مشكلة. عندك ضيوف يفضل تعمليها في كوبايات، عيلة كده مع بعض اعمليها في الصينية وحسب رغبتك طبعا. جبت معايا البايركس ده وبدأت ان انا افرد فيه الكنافة واضغطها كويس قوي لغاية ما اعمل قاعدة كده وخليها على جنب. وتعالوا نحضر تاني طبقة. تاني طبقة تقدري تعمليها بالكريم كراميل بالكاستر بالمهلبية حسب ما بتحبي. انا شايفة ان التحلية بتاعت النهاردة يليق معاها الكاستر قوي. جبت 4 كوبايات من الحليب، عليهم 5 معالق من بودرة الكاستر، عليهم معلقتين من السكر ونقطتين من الفانيليا. طبعا الكاستر بيكون محلى وفيه السكر بتاعه، بس انا مزوده له السكر شويه والفانيليا علشان يديني طعم اقوى. تقليب على البارد، بعد كده رفعتهم على النار تقليب مستمر بقى لغايه ما الكاستر ده يتقل معاكي. مش عايزه تستخدمي كاستر وهتعملي بالمهلبيه، على 4 كوبايات الحليب 4 أو 5 معالق كبار كده من النشا. حطي ظرف من الفانيليا، حطي كمان 4 أو 5 معالق من السكر حسب رغبتك. قلبيهم كلهم على البارد وارفعيهم على النار لغاية ما القوام معاكي يتقل ويعمل فقاعات بالشكل ده. كده خلاص الكاستر جاهز. على طول أنا مجهزة أول طبقة عندي بتاعة الكنافة، أبدأ إن أنا أنزل تاني طبقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده تمام، تاني طبقة جاهزة. خليها على جنب برضو كده على الرخامة تبرد معايا لغاية ما نحضر معانا الطبقة التالتة، من أحلى وأطعم الطبقات اللي بتودي أي تحلية في حتة تانية خالص. صوص كراميل يا جماعة اقتصادي ورهيب. جبت معايا كوباية من السكر، حطيتها في الطاسة وعلى نار هادية، مش هحرك السكر إطلاقا. خلوا كده السكر على جنب يدوب براحته. في المرحلة دي أنا بحضر معايا معلقتين كبار من النشا، دوبتهم في كوباية من المية. كوباية المية بدرجة حرارة المطبخ، كمان كوباية المية بنفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر. السكر هنا بقى معايا على نار عالية، بدأ ان هو يدوب بالشكل ده. اول ما تلاقيه بدأ يسيح ابدأي ان انت قلبيه بمعلقة خشب بمعلقة سيليكون بلاش معدن. ابدأي قلبيه، هتحسي في الاول ان هو اتحجر واتكتل معاكي. ما تخافيش خالص، مرحلة الكراميل دي بتاخد وقت شوية. اهم حاجة تخلي النار بتاعتك هادية علشان الكراميل يدوب كده وما يتلسعش معاكي علشان ما يديش طعم مر. شوية هتلاقي السكر فك وداب معاكي. احنا طبعا محضرين معلقتين النشا في كوباية المية على جنب لسه ما استخدمناهمش.
هبدأ بقى بعد ما السكر داب معايا تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انزل عليه بقى معلقة كبيرة كده من الزبدة. عايزة اقولك هتخلي الصوص بتاعك طعمه غني وحلو جدا. يبقى اول ما السكر يدوب ضفت معلقة كبيرة من الزبدة، هقلب كده لغاية ما الزبدة تبدأ ان هي تدوب معايا. انزل عليها بكوباية من المية. المية هنا مية عادي بدرجة حرارة المطبخ، مش باردة ولا سخنة ولا اي حاجة. هنزل كوباية المية تكون بنفس المقدار اللي احنا عايرنا بيه السكر. يبقى هستخدم معايا كوباية مية بنفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر. اول بقى ما تضيف المية هتلاقي السكر اتكتل واتجمع واتحجر. هتقولي ده باظ مني، ابدا. زي ما انت شغالة كده ولا يهمك، على نارك الهادية زي ما انت، وابدأي ان انت قلبي بالشكل ده لغاية ما تلاقي السكر اللي اتكتل ده بدأ ان هو يدوب مرة تانية. ما تقلقيش خالص، تقليب بس مستمر لغاية ما الكتل بتاعة السكر دي تدوب معاكي مرة تانية. أول بقى ما السكر يدوب معاكي مرة تانية، ابدأي إن انتي جيبي الكوباية اللي محضرة فيها معلقتين النشا وعليهم كوباية المية ومدوباهم كويس، انزلي بيهم على طول. النشا دي طبعا اللي هتعمل الربط بتاع صوص الكراميل معانا. قلبي بالشكل ده على نار هادية زي ما انتي لغاية ما تلاقي الصوص ده بدأ يتقل معاكي. انا هسيبه كده، وفي حتة سكر لسه متكتلة هتدوب دلوقتي معايا. وهو كده على نار هادية، تعالي بقى هاتي الكاستر بتاعك او التحلية بتاعتك. الكاستر ده خلاص عمل طبقة على الوش كده، يعني اي حاجة هتحطيها على الوش خلاص مش هتختص كده من عليه. انا ما دخلتوش التلاجة ولا اي حاجة. هبدأ ان انا اقطع معايا شرايح رفيعة كده من الموز. قد ايه بقى الموز بيكون لايق جدا مع الكراميل ومع الكاستر والكنافة المتحمرة في السمنة. بصوا يا جماعة، ميكس التحلية دي خطيرة. اهم حاجة قطعي شرايح رفيعة من الموز علشان لما نيجي نغطيها بصوص الكراميل تكون كلها متغطية، فبالتالي الموز ما يسودش معاكي. برصها كده بشكل حلو علشان الشكل اللي انا برص عليه هو اللي هيطلع معايا بعد كده. وزي ما قلت لك تقدري تعمليها في كوبايات، طبقة كنافة، طبقة الكاستر، وفي الاخر تحطي الموز وصوص الكراميل، مفيش اي مشكلة. احنا لسه عاملين تحلية بالفراولة كده في كوبايات، فقلت المرة دي اعمل لكم في الصينية. كمان لو عايزين وصفات اكتر بالكنافة سهلة وبسيطة وسريعة كده قولولي في الكومنتات، وان شاء الله نعمل مع بعض احلى الوصفات. لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده هتلاقوني بنزل لكم على طول وصفات للكنافة رهيبة. خلاص كده بصوا الصوص بتاع الكراميل بدأ ان هو يغلي ويتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده هو جاهز معايا. هفضيه بقى في بولة عندي وهو كده جاهز. استخدميه معاكي، سيبيه يبرد وحطيه في التلاجة لبعد كده في اي وقت، مفيش مشكلة. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي رصيت فيها الموز، وهبدأ بالمعلقة ان انا احط من صوص الكراميل ده. عايزة تسيبيه يبرد، عايزة تحطيه، كده كده التحلية دي المفروض ان انت تسيبيها تبرد. هبدأ بقى بالمعلقة ان انا انزل كده، واهم حاجة ان انت تغطي الموز عندك علشان الموز ما يسودش معاكي، حاجة ضرورية جدا. بعد ما غطيت بقى التحلية بتاعتي بصوص الكراميل وعملت كمان كوباية كده طبقة كنافة، طبقة كاستر، طبقة كنافة، طبقة كاستر، حطيت الموز، حطيت الكراميل. انا ما خليتهاش تبرد خالص، على طول اول ما حطيت صوص الكراميل قدمتها كده معاكم، لان الكاستر من الجو البرد كان مسك معايا شوية. بصوا بقى يا جماعة الجمال والطعامة بتاع الطبقات خطيرة. كنافة مقرمشة ومسكرة، طبقة كاستر رهيبة مع صوص الكراميل، ومش قادرة اوصف لكم ميكس الأطعمة كده اللي موجودة في التحلية دي. جربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. دخليها التلاجة تبرد بقى وطلعيها تتقطع معاكي قطع وهتكون حلوة قوي. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.